السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه أفضل صلاة يا رب العالمين. النهاردة إن شاء الله كده طلعت أحط للفراخ البيضة دي بتاعة رمضان ال- الأكل والمية زي كل يوم. اتفاجئت يا جماعة بحاجة كده، يعني الحمد لله هي مش مفاجأة ليا أول مرة، بس يعني كتير كده، كتير والله. وأنا مش عارفة السبب إيه. المفروض دلوقتي إن أنا بحط لهم جرعة كوكسيديا، تمام؟ بحط لهم جرعة كوكسيديا بقالي يومين، امبارح، اول امبارح وامبارح، لا يعني امبارح كان اخر يوم بالليل امبارح، تمام. والفراخ بسم الله ما شاء الله حلوين ومفهومش، مش باين عليهم حاجه، ولا في اسهالات جامده ولا اي حاجه، يعني بسيط. الاسهالات العسله دي بسيطه خالص في الدرج، يعني في درج السبله، تمام. طبعا الفراخ اللي فوق ديت دلوقتي هم سن 27 يوم، الفراخ اللي تحت سن 31 يوم. اوريها لكم كده، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفرق بينهم 4 ايام اهوت، عشان انا كنت جبت كتاكيت على مرتين يعني، فاللي تحت دول اكبر من اللي فوق في العمر. دولت 31 يوم، اللي فوق 27 يوم، تمام. الوزن الحمد لله معقول عندي. طيب، انا طلعت لقيت ايه بقى؟ اوريكم انا لقيت ايه. بصوا يا جماعه، انا لقيت بقى الفرخه الاستاذه دي كده، نوريها لكم كمان اهي. لقيتها كده ميته في وسط الفراخ. طبعا دي مش اول واحده، امبارح برضو لقيت واحده. انا متعوده على الحاجه ديت يا جماعه، ان في بعض يعني الدورات بلاقي مثلا اطلع الاقي فرخ مقلوب على ظهره كده وميت، بعرف ان دي مثلا ايه، يعني بيقولوا عليها سموم في العلف، فبتخلي الفرخ يموت مفاجاه كده، من غير ما يبقى باين عليه حاجه ولا في حاجه، يموت الفرخ فجاه، تمام. طيب امبارح لقيت واحد، طلعت برضو افطرهم، لقيت فرخ ميت كده. النهارده لقيت برضو الاستاذ ده كده، يعني ايه، رخري كده متمنطر وميت، تمام. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا خلاص إيه، مش هحط من دواء كوكسيديا ده تاني، مش حاطه منه تاني. هو المفروض كنت هجيب ازود لهم كمان النهارده، لا مش جايبه بصراحه. المره اللي فاتت، الدوره اللي فاتت، حطيت شيء على جرعه كوكسيديا واحده في العمر الصغير، ما حطيتش في جرعه في العمر الكبير. طبعا انا مش بقول ان الدواء فيه حاجه ولا حاجه، بس مش عارفه. ساعه ما بدات احط علاج الكوكسيديا ده، لقيت بقول لك ده تاني يوم فرخه هو يموت. فلا، انا هعمل ايه؟ انا طبعا حطيت لهم مضاد سموم برضو بقالي يومين، شغاله معايا دايما مع جرعه الكوكسيديا بنحط سموم، تمام. بس انا حطيت لهم دلوقتي ايه في الميه؟ حطيت لهم اسبرين ريفو، اللي هو بتاع الاطفال ده، بتاع الاطفال يا جماعه، اللي هو الاسبرين اللي تلاقي لونه بامبا ده. حطيت لهم اسبرينتين اتنين على على سقايه الميه 3 لتر دي، تمام. ومش هكمل علاج كوكسيديا تاني، كفايه اليومين اللي فاتوا وامبارح كمان، وهحط لهم بس العلف وخلاص. وطبعا برضه هروح للبيطري واقول له واتاكد ايه ده، يعني الفرخ مش باين ان عليه حاجه يا جماعه، بس الاقي يعني دماغه مزرقه شويه وميت كده على ظهره، تمام. وده اكيد سموم في العلف، اكيد اكيد اكيد، تمام. ربنا يستر يا رب ويعديها على خير يا رب، وما يزعلنا ابدا على طيورنا ولا على حاجتنا ابدا، ويفديها ان شاء الله خير. طبعا بس انا في كمان حاجه عايزه اقولها، ان الفراخ على بعضها انا حاسه انها كتير على بعضها في الدور، تمام. يعني دول دلوقتي بقوا 28 في الرف ده، بعد اللي ماتوا، يعني هما كانوا 30 فرخ. انا هشيل منهم، يعني مثلا اخلي 15 هنا، 15 فرخه بس، وانقل 10 هناك في الدرج. معايا واحده تانية هوريها لكم اهيت. انا معايا هيت بطاريه تانية اهيت، هجهزها، هشيل الحاجه دي منها كده، اشيلها واركب الارفف السبله، وانا حطيت عليها في العلافه اهوت، وهحطهم في رف منها. هحط 10، الرف من ده بياخد 13، لا انا هحط 10 بس فيه، هحط 10 فرخات فيه. يمكن يكون ان هم كتير على بعض مثلا، فنفسهم كتير على بعض، مش عارفه. على العموم انا هعمل اللي عليا، وهنقل برضو 10 فرخات هنا، ونشوف الدنيا هتمشي معاهم بايه. وان شاء الله خير يا رب، واسترها معانا دايما يا رب، احنا امه المسلمين يا رب. طبعا يا جماعه انا بتاسف لكم جدا، الفتره اللي فاتت ما كنتش بنزل فيديوهات، وكمان انا كنت فعلا تعبانه، واخده دور برد بسخونيه، كان جامد جدا. ربنا يا رب ما يكتبه على حد ابدا يا رب، على امه محمد اجمعين يا رب.
فما كنتش بصراحة عارفة ولا قادرة ان انا انزل فيديوهات. تمام، بس ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نتابع ان شاء الله وننزل فيديوهات معاكم باذن الله. كنت عايزة كمان ان انا نوزن الفراخ دي مع بعض النهارده كده ونشوف وزنها قد ايه. الواحد يا جماعة بيتعب قوي بيتعب مع الفراخ البيضة دي، بس اما تلاقي فجأة مرة واحدة بقى الفرخ يعني حاجة تموت منك، وبخصوص بعد ما كبرت كده واكلت معاكي علف، طبعا بتزعلي وبتتضايقي ان هم يعني يموتوا كده وهم كبار كده. انت عارفة وهم صغيرين مش مشكلة، بيبقوا صغيرين لسه ما كلوش علف وكده، انما بتبقى كبيرة بتزعل انك حتى ما نهضتيهاش انك تذبحيها. تمام، يعني ممكن انا لو شفت دي قبل ما تموت اروح ذبحها، لكن خلاص بتبقى ماتت فبتبقى خسارة طبعا، وبالذات لو انت عاملاها مشروع لنفسك كده. ربنا يرزقك منه خير ان شاء الله، وربنا معوض دايما والله يا جماعة. دايما الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين. تلاقي حاجة وانت شايفة انها وحشة قولي الحمد لله، هو اكيد خير ليكي. ربنا ما بيبعت لناش اي حاجة وحشة يا جماعة، بس المفروض مستني مننا ان احنا نقول الحمد لله. اما نحمده ربنا يزيدنا من فضله باذن الله. حتى لو انت شايفه ان دي حاجه وحشه، بس ان شاء الله ربنا كاتب لك فيها خير وخير كبير جدا باذن الله، وربنا هيعوضنا خير ويعوض امه محمد باذن الله. تعالوا عشان ما كترش عليك الفيديو، تعالي نوزن الفراخ كده نشوف. هنشوف اللي هي العمر 27 يوم، وهنشوف كمان اللي هي العمر 31 يوم جايبين معانا وزن قد ايه، وربنا يسترها مع الجميع باذن الله. اظبط الميزانه كده وارجع لكم تاني. دي كده الوزن الصغير العمر الصغير يا جماعة 27 يوم. الوزن كيلو 560. تمام. هنشوف كمان فرخة برضو العمر. بصوا كده معايا، المرة اللي فاتت كان ديك جبت فرخة كده الوزن كيلو 350. تمام كده، حلو معقول مش وحش يا جماعة. هي دايما الفراخ النتيات بتبقى اقل من الايه، من الديور. هنشوف بقى العمر 31 معانا وزنهم قد ايه. ديت كده عمر 31 يوم، الوزن كيلو 860 جرام. تمام. نجيب كمان بقى ديك من برضو العمر 31 يوم ده، بس ينور بس ينور بيلعب مع الفرخ. بس ينور وزن الديك معايا اهوت 2 كيلو. قولي 2 كيلو و30 جرام، قولي 2 كيلو. 2 كيلو ده دايما نقول ان فعلا وزن الديك بيبقى سابق الانتاج. تمام. ده العمر 31 يوم. حلو يا جماعه، كويس جدا. اللهم بارك اللهم بارك ويسترها معانا يا رب دنيا واخره يا رب. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش يا جماعه، ما تنسونيش امارات كده باللايك وترفعوا الفيديو معايا. لايك كده واشتراك للقناه. حلو منكم، ربنا يبارك فيكم يا رب ويديمكم نعمه في حياتنا ان شاء الله باذن الله. وده كان فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.